بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم الأصدقاء ديالي، تنتمنى من الله العزيز القدير أنكم تكونوا بخير وعلى خير. أنا دابا غادي ندخل مسجد الحسن الثاني. صراحة كنت باغي نجي قبل بشي ساعة، ولكن كان عندي شي شغال، داكشي علاش تعطلت وجيت سبحان الله العظيم مع وقت الصلاة. مع وقت الصلاة تيفتحوا الباب للكل، يعني اللي بغى يدخل يصلي. انا كنت باغي نجي قبل باش نشوف هذيك القضيه ديال 70 درهم. المهم الاصدقاء، انا دابا غادي ندخل ان شاء الله، وغادي نصور لكم هنا الباحه ديال مسجد الحسن الثاني، وان شاء الله غادي ندخل لداخل ونصور لكم مسجد الحسن الثاني من الداخل، ونحاول نجيب لكم معلومات. خليكم معايا. شكرا. مسجد الحسن الثاني في الدار البيضاء هو واحد من أعظم المعالم في العالم الإسلامي، وأكبر مسجد في إفريقيا، وكيتميز بالجمال ديال العمارة ديالو وموقعه الفريد. شنو خاصك تعرف عليه؟ كاين مسجد الحسن الثاني هنايا حدا البحر، وحتى واحد الجزء منه مبني فوق الماء، وهذه حاجة زوينة كتشد السياح بزاف. كيفاش داير؟ اللي صمو هو المهندس الفرنسي ميشيل بينسو، والستايل مزيج ما بين العمارة الإسلامية والتقليدية ولمسات عصرية. المساحة ديالو كيغطي حوالي 9 الهكتارات. الصومعة أطول صومعة في العالم بارتفاع 210 متر، وكتضوي بالليزر كيطلع حتى ل 30 كيلومتر في اتجاه القبلة. وقتاش تبنى؟ بدا البني ديالو في 1986، وكملوا الخدمة عليه في 1993. بزاف ديال الصنايعيه المغاربه خدموا عليه، وكلشي بالخامات المحليه بحال الخشب، الرخام والزليج المغربي. وشحال كيجيه ديال المصلين؟ المسجد كيهز 25,000 لداخل و80,000 الساحه اللي برا. وشنا هي الحوايج الحديثه؟ فيه سقف كيتحل وكيتسد، يعني تقد تصلي في الهواء الطلق. فيه تسخينات تحت الارض وابواب الكترونيه، يعني معمر بالتكنولوجيا. مكان سياحي، بزاف ديال السياح كيجيو يزوروه، وحتى الناس اللي ماشي مسلمين مسموح لهم يدخلوا في زيارات منظمه. وشنو كيهم؟ رمز للحداثه والتراث المغربي، وكيبين المهارات ديال المغاربه في العماره التقليديه.
المهم خرجت الاصدقاء وسولت، قال لي كاينين شي وحدين طالقين اشاعات بان الصاله هنا الا بغيتي تدخل بالفلوس. قلت ليه طبيعه الحال راه ما يمكنش هادي تكون. اما قال لك اللي بغى يدخل لهنايا الباحه ديال المسجد الحسن الثاني ويدخل، قال لك يدخل حتى لداخل يعني 70 درهم. قال لك ماشي غير يدخل الباحه يعني يجلس وادي، قال لك لا، يدخل المسجد الحسن الثاني ويديروا به جوله ويشرحوا ليه يعني التاريخ ديال هذا المكان هذا. وهاد 70 درهم راه كاينه. وقال لك اما اوقات الصلاه قال لك راه فابور اي واحد بغى يدخل راه يدخل يصلي ويوقف هنايا صافي تتسالي الصلاه تيقول لك يمكن لك تخرج دابا. هو بدا تيصفر السيكوريتي باش الناس صافي يخويو. ها نتوما كيفاش تتسمعوا تيصفر هذا السيكوريتي هنا، يعني صافي تيقول الناس صافي خرجوا، يعني تيحلوا وقت الصلاه، تيحلوا وقت الصلاه صافي غير تتصلي تيقول لك يلا خرج. بغيتي تدخل لهاد الساحه ولكن قال لك تيديروا لك جوله هنا تتسمى جوله ثقافيه.
تيديروا لك جوله انت والاجانب 70 درهم. الاجانب والله ما عرفت 100 وشي حاجه ولا. ضحكني واحد السيد قال لي راك تنسحب انكم ديروا يعني للصاله الفلوس. قال لي راه شحال من واحد تيسحبنا غنديروا للصاله الفلوس. ويلي ما يمكنش الا داروها لا اله الا الله. ايوا الاصدقاء قلت ناخذكم واحد الجوله هنايا منا ندخل نصلي ونصور لكم. تيقولوا مع الباب. ايوا دابا الا بغيتي تدخل هاد الساحه خاصك 70 درهم ودير قال الجوله داخل المسجد. هاد الساحه هادي راه خاصها تكون فابوره عباد الله. انسان يصلي راه تيجي انسان تيجيب معاه مرته تيجيب وليداته تيجيو عائلته من شي بلاصه في المغرب تيبغيو يفوجوا تيجيو هنا الساحه. ما يمكنش يجي غادي يحط 70 درهم باش يدخل. تا غير تصلي تيقول لك يلاه خرج برا الباحه. هنايا كاين الترميم. ايوا هنا الاصدقاء ديالي تنقول لكم استودعكم الله. غير بغيت نوريكم هنايا المسجد الحسن الثاني. المهم راه شفت قبيله من اللي باركينغ راه دايرين لهم 5 دراهم.